وقفة عنوانها ثمن الجنة. نعم أخيه، إن ثمن الصبر عظيم، والصابرون والصابرات يوفون أجورهم بغير حساب. فما جزاء الصابرة على الطاعات، والصابرة عن الفواحش والمنكرات، والصابرة على ما تلاقيه من أذى في سبيل ربها؟ ما ثمن العفة والحياء والصبر على البلاء؟ اسمعي أخيه وقولي أين نحن من هؤلاء؟ أيتها الغالية، إن أجمل لباس تلبسينه هو لباس العفة والحياء، فإذا خلعتيه فوالله لباطن الأرض خير لك من ظاهرها. وإليك خبر من أخبار العفيفات، وانظري إلى عظيم ثمن العفة والحياء. عن عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. اسمعي الثمن، ثمن الصبر على العفة والحياء. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: بل أصبر لأن الثمن غالي، لكني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها. الله أكبر، هذا حال من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لم تتخلى عن حيائها في أحلك ساعات حياتها وفي أشد أوقات مرضها، بل قالت بعزة المؤمنة: أصبر على الألم، أصبر على البلاء، ولكني لا أصبر على خلع الحياة. فما جزاء صبرها؟ قال الله: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها سلجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا ثمن الصبر وجزاء الصابرات. فما بال نساؤنا اليوم وما بال الفتيات زهدن بالجنة وما فيها؟ أختاه، إن رمت الوصول لجنة فيها الخلود ونظرة الرحمن فعليك تطبيق الشريعة دائما في أي شأن أو بأي زمان. ماذا دهاك فتسمعين نعيقهم ولديك صوت الحق في الفرقان لوذي به عنه لا تتحولي لا ليس يعدله كتاب ثاني. الله أعطاك الحياة تكرما فعلى ما تذهب في هوى الشيطان إن لم تسيري في الحياة مع التقى ليكن ضياع الأمر في الحسبان. أختاه في قاف الرباط الداني هيا اسمعي للنصح في إمعاني وتأملي بنصيحتي وبها اعملي تجدين طعم حلاوة الإيمان. قال الله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.